يا الله على هذا النهار. كنت غادي نمشي للخدمة فواحد الشركة فكذا بحال أي نهار عادي، كل شيء غادي مزيان، قهيوة في الصباح، شوية ديال الضحك مع الزملاء، الأمور كانت هادئة. ولكن فجأة كل شيء تقلب. لقيت راسي وسط واحد المشكل كبير، واحد الورطة لي ما كنتش داير ليها أي حساب. شي وثائق مهمة بالزاف ضاعوا واتهموني أنا باللي سرقتهم. ما فهمت والو، حسيت براسي بحال شي واحد فشي فيلم بوليسي. المسؤولين بدأوا كيقوتوا، التوتر طلع وبنت لي القضية غادية وكاتكبر. لقيت راسي محاصر، كل شي كيشوف فيا شوفة ديال الشك. ما كانش عندي الوقت باش نشرح ليهم ولا حتى باش ندافع على راسي. القرار الوحيد لي بان لي ديك الساعة هو نهرب. صافي، ما فكرتش جوج مرات. جريت من البيرو ديالي، دفعت الباب بزربة وخرجت كان جري في الكلوارات ديال الشركة. قلبي كان كيضرب بالجهد، والصوت ديال خطواتي كان كيتردد في الممرات الخاوية. كان اسمع الغوات ديال الناس ورايا كيقولوا شدوه، ما تخليوش يهرب. هادشي زادني غير الخلعة. وصلت للدروج وبديت كنهبط كنجري، 2 درجات ب2 درجات. كنت كنحس براسي بحال شي فقر محبوس فمصيدة. وصلت لتحت، دفعت الباب الرئيسي ديال الشركة وخرجت للشارع. الشمس ضربات لي في وجهي، والصداع ديال المدينة حسيت بيه بحال شي موجة ضرباتني. ولكن ما كانش عندي الوقت باش نوقف. شفت البيسكليت ديالي اللي كنت رابطها مع واحد البوطو، جريت ليها، حليت القفل بزربة وركبت عليها. بديت كان بيدالي بأقصى سرعة عندي. كندخل وسط الزحام ديال الطوموبيلات، ما مسوق لا للضوء الحمري لا والو. المهم عندي هو نبعد على ديك الشركة بأسرع ما يمكن. كنت كنحسب الأدرينالين طالع لي في دمي، وكنت ألفت ورايا كل شوية باش نشوف وش كاين شي واحد تابعني. وفعلا لمحت واحد السيد ديال السكيورتي ديال الشركة كايجري ورايا وكيغوت، ولكن البسكليت كانت أسرع. قدرت نبعد عليه شوية ودخلت في واحد الزنقة ضيقة باش نغبر ليه. النفس كانت كتقطع فيا والعرق كايسيل من جبهتي. حبست لواحد اللحظة باش نرتاح ونفكر شنو غادي ندير، فين غادي نمشي، كيفاش غادي نثبت البراءة ديالي. هذا الأسئلة كلها كانت كتدور لي في راسي. وأنا واقف كنفكر كان اسمع صوت ديال الصفارة ديال البوليس. تلفتت وشفت طوموبيل ديال البوليس جاية من بعيد. عرفت باللي راه الشركة عيطات ليهم. ما كانش عندي حل آخر من غير أنني نعاود نهرب. ركبت على البيسكليت مرة أخرى وبدأت كان بيدالي بحال المجنون. الطوموبيل ديال البوليس بدأت كتقرب مني، والصوت ديال الصفارة كان كايزيد يخلعني. كنت كندخل من زنقة لزنقة، كنحاول نضيعهم وسط الدروب ديال المدينة القديمة. هاد الدروب الضيقة كانت هي الأمل الوحيد ديالي. حية الطوموبيل ما غاديش تقدر تدخل فيهم بسهولة. كنت كنحس براسي بحال شي بطل في شي فيلم ديال الأكشن، ولكن في الواقع كنت غير خايف ومرعوب. كنت كان بدالي وكنشوف الناس كي تفرجوا فيا باستغراب، شي كاي صور بالتليفون، شي كاي قوت. وأنا غادي بهذه السرعة كلها لمحت واحد الشرطي على موتور جاي مباشرة جهتي. عرفت باللي هذه هي النهاية، ما بقاش عندي فين نهرب. الشرطي وقف قدامي، سد علي الطريق. وقفت البيسكليت بزز، النفس كانت كتقطع فيا. الشرطي نزل من المطور دياله وجا عندي. الشوفة دياله كانت قادة بالزاف. قال لي واقف عندك علاش هارب؟ ما قدرتش نجاوب ديك الساعة، كنت غير كنهج. ولكن في ديك اللحظة خرج من جيبه واحد التليفون وراني واحد التصويرة، كانت هي التصويرة ديال الوثائق اللي ضاعوا. وقال لي وش هادو هما اللي كتقلب عليهم؟ لقيناهم في بيرو آخر، كان غير سوء تفاهم، بحال شي قبل تحيد من فوق كتافي. شرحت للشرطي القصة كلها وكيفاش تهمني بالسرقة وكيفاش هربت من الخلعة. الشرطي تفهم الموقف ديالي وضحك وقال لي المرة الجاية حاول تهدن وتشرح الموقف، ماشي تهرب بحال شي مجرم. رجعنا أنا والشرطي للشركة. المدير ديالي اعتذر لي بزاف قدام كل شي، قال لي باللي كانوا متوترين بزاف حيث دوك الوثائق مهمين وما فكروش مزيان قبل ما يتهموني. الزملاء ديالي حتى هما قاو عندي واعتذروا. ماشي ديما الهروب هو الحل. بعض المرات خاص الواحد يواجه المشاكل دياله بهدوء وثقة. بعد هذا النهار الماراثوني رجعت لداري عيان ولكن مرتاح. جلست في الفوتاي ديالي وبديت كنفكر في داكشي لي وقع. ديك المطاردة، الخلعة، التوتر، كل شي داز بحال شي حلم. ولكن لي بقى هو الدرس اللي تعلمت.
إن الثقة في النفس والهدوء هما أهم سلاح في مواجهة المشاكل. وفكرت حتى فداك الشرطي كيفاش تعامل معايا بواحد الطريقة احترافية وإنسانية. هادشي خلاني نحترم المهنة ديالهم أكتر. الغد ليه رجعت للخدمة، ولكن هذه المرة ماشي بنفس الإحساس. كنت واثق من راسي أكتر وعارف باللي أي مشكل عنده حل، والزملاء ديالي بداوا يتعاملوا معايا بواحد الاحترام أكبر. ديك الحادثة وخا كانت خايبة، ولكن فالتالي كانت سبب فإنني نكبر ونضج أكثر. وفكرت شي حال من واحد فينا ممكن يطيح في مواقف بحال هادي، فشكات تحس براسك مظلوم وما عندكش كيفاش تدافع على راسك. أول حاجة كتجي للبال هي الهروب، ولكن خاصنا نتعلموا نكونوا أقوى من الخوف ديالنا. خاصنا نتعلموا نهضروا، نشرحوا وندافعوا على الحق ديالنا بطريقة حضارية، حيث الهروب كيزيد غير يعقد الأمور. وبعض المرات المشكل اللي كيبان لينا كبير بالزاف كيكون في الحقيقة غير سوء تفاهم بسيط، وكيتحل بواحد السهولة اللي ما كناش كنتوقعوها. المهم هو الواحد ما يفقدش الأمل ويبقى شاد في الحق دياله. بعد هذا النهار الماراثوني رجعت لداري عيان ولكن مرتاح. جلست في الفوتاي ديالي وبديت كمفكر في داك شي اللي وقع، ديك المطاردة، الخلعة، التوتر، كل شي داز بحال شي حلم. ولكن لي بقى هو الدرس اللي تعلمت إن الثقة في النفس والهدوء هما أهم سلاح في مواجهة المشاكل. وفكرت حتى في داك الشرطي كيفاش تعامل معايا بواحد الطريقة احترافية وإنسانية. هذا الشي خلاني نحترم المهنة ديالهم أكثر. الغد ليه رجعت للخدمة، ولكن هذا المرة ماشي بنفس الإحساس. كنت واثق من راسي أكثر وعارف باللي أي مشكل عنده حل، والزملاء ديالي بدوا يتعاملوا معايا بواحد الاحترام أكبر. ديك الحادثة وأخا كانت خايبة، ولكن فالتالي كانت سبب فإنني نكبر ونضج أكثر. وفكرت شحال من واحد فينا ممكن يطيح في مواقف بحال هادي، فشك تحس براسك مظلوم وما عندكش كيفاش تدافع على راسك. أول حاجة كتجي للبال هي الهروب، ولكن خاصنا نتعلموا نكونوا أقوى من الخوف ديالنا. خاصنا نتعلموا نهضروا، نشرحوا وندافعوا على الحق ديالنا بطريقة حضارية، حيث الهروب كيزيد غير يعقد الأمور. وبعض المرات المشكل اللي كيبان لينا كبير بالزاف كيكون في الحقيقة غير سوء تفاهم بسيط، وكيتحل بواحد السهولة اللي ما كناش كنتوقعوها. المهم هو الواحد ما يفقدش الأمل ويبقى شاد في الحق دياله. وفي الأخير ديك البيسكليت ديالي لي كانت مجرد وسيلة نقل عادية، ولات عندي رمز ديال ديك المغامرة. كل صباح فاش كان ركب عليها باش نمشي للخدمة كانت فكر داك النهار وكنضحك مع راسي. كنت فكر ديك المطاردة المثيرة وسط شوارع كازا وكنقول الحمد لله لي الأمور دازت على خير. وهذا القصة بغيت نشاركها معاكم، ماشي باش نخلعكم، ولكن باش نقول ليكم باللي الحياة فيها طلعات وهبطات وفيها مواقف صعيبة، ولكن الأهم هو كيفاش كنتعاملوا مع هذه المواقف. ما تخليوش الخوف يسيطر عليكم وكونوا ديما واثقين من راسكم. وشكرا ليكم بزاف على المتابعة، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذه القصة. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم ديما الجديد. تهلاو في راسكم.